وزير شريهان وفطوطة، وإن اللي كانت بهجة وسرور جده صلاح مع ليلي يحكي حكايات فيها سحر وضحكي. مرة مدرسة ومرة كوكب، دايما الحدوتة فيها مذهب. هنرجع للزمن الجميل، حكايات مليانة تفاصيل، ده الخير دايما يكسب ويبان، وكل شر لآخر زمان. ميس جميلة قلبها طيب، تحب الناس وتحب تقرب، لكن عدلة دايما مكارة، بتحلم بالشر والإمارة. هنرجع للزمن الجميل، حكايات مليانة تفاصيل. بابا زعلان منك يا ليلي، وقال لي انك ما بتذاكريش كويس، ودرجات الشهر مش كويسة خالص. ممكن اعرف ليه؟ ما أنا قلتلك قبل كده يا جدو إن المذاكرة دمها تقيل وما بتخلص. وماسكة الموبايل طول النهار والقعدة قدام التلفزيون هي اللي دمها خفيف يا ليلي. بص يا جدو، احنا متفقين إن أنا وأنت أصحاب وبنتكلم مع بعض بصراحة، فأرجوك بلاش النصايح دي بتاعت عودي تذاكري يا بنتي علشان مستقبلك والكلام اللي بيضايق ده. يعني يا ليلي يا حبيبتي، المفروض يعني اقول لك ايه؟ بلاش تذاكري وخليكي ماسكة الموبايل طول النهار؟ طب وبعدين؟ ومستواكي ودرجاتك اللي عمالة تنزل كل شهر عن اللي قبله، ولما باباكي اللي هو ابني يتهمني بان انا السبب في كده، اقول له ايه؟ قول يا جدو إن العيب مش فينا، وإن العيب في المنظومة التعليمية من ناحية، وموبايلات والتلفزيونات من ناحية تانية. وقول له كمان إننا جيل غلبان وعايش في صراعات ومغريات. لو كانت على أيامكم ما كنتوش عمركم هتقولولنا كده، لأنكم هتكونوا حاسين بينا. يا سلام، ايه يا رب الجيل ده؟ ليلي، بلاش نظرية المبررات دي، بلاش نظرية المبررات دي يا ليلي وتعمليها على جدك، ها؟ وبلاش امور المسكنة والمظلومية دي. المنظومة اللي مش عاجباكي دي عملت علماء وأدباء ودكاترة ومهندسين، وكلنا ذاكرنا وتعبنا وكافحنا في ظروف وتحديات أكبر من كده بكتير. والتكنولوجيا اللي بتتحججي بيها دي لو كانت على أيامنا كنا زماننا تقدمنا جدا وبقينا كمان أحسن من كده بكتير. شفت يا جدو؟ أديك اتعصب وبقيت تتكلم زي بابا. مادام بقى بتكلم زي بابا يبقى أكيد إحنا الاتنين صح وإنت اللي غلط. مش هي دي الديمقراطية؟ في حاجة يا مكبك أنا مش قادر أعرفها. ليه أهل مصرونة والمنطقة العربية كانوا ساكتين على احتلال بلادهم وما بيرفضوش إن دول أجنبية عنهم تحكمهم؟ وليه هم ما بيحكموش نفسهم؟ وفين هو حاكم كوكبهم ده؟ وإزاي يسمح بكده؟ يمكن يا مولاي نظام كوكبهم إن كل دولة بتحكم دولتهم، ومفيش حاكم لكوكب زي نظام كوكبنا، لأن مش أي حاكم زي عظمتك يقدر يحكم كوكب بحاله، وكمان يقدر ينقذه زي عظمتك. الحمد لله يا مكمك، ده كان توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وتقدم علمنا وعلمائنا اللي قدروا يتنبأوا بالانفجار في الوقت المناسب. والسؤال التاني اللي بيدور في ذهني، هل المحتلين العثمانيين دول استمروا قد ايه؟ وبعدين حصل ايه لمصرونة علشان نعرف هنتفاوض مع مين لو قررنا نهبط عندهم؟
يلا ابحث عن الإجابة وبسرعة يا مكمك. وبسرعة مكمك دخل أسئلة الحاكم في التحليل، ولكن النتيجة كانت غير متوقعة. وجري بسرعة الروبوت مكمك على الحاكم وقال له: مكمك بيقترح على الحاكم عدم الهبوط في مسكونة لأنها منطقة مشتعلة. يا مكمك انت تجيب المعلومة بس، وأنا اللي أقول نهبط ولا لأ. أنا هنا صاحب القرار، ها؟ يلا بسرعة قول في إيه. أولا، العثمانيون ظلوا محتلينهم حوالي 400 سنة يا مولاي، وخلال الفترة دي استحوذوا على كل خيراتها وصناعها وزرعوا فيهم الجهل والشعوذة والتخلف. مسكينة مسرونة وشعب مسرونة. وبعدين كمل يا مكمك، بعد كده حصل إيه؟ حصلت مصيبة تانية يا عظمتك. حصل الحملة الفرنسية على مصر يا مولاي. احتلال تاني من دولة تانية؟ إزاي ده؟ بقيادة نابليون بونابرت، ومن البحر كده. أنت يا ولد يا اسمك نور، وأنت يا يوسف، بتعملوا إيه هنا؟ نعم يا ميس عدلات، حضرتك عايزة مني حاجة؟ نعم يا ميس أفندم. أنتوا مش عندكم كلاس دلوقتي؟ أنتوا بره ليه؟ احنا كنا بنجيب حاجة وراجعين الكلاس يا ميس. حاجة إيه؟ احنا واخدين إذن من ميس جميلة يا ميس عدلات. إذن من ميس جميلة. حلوين. ممكن أعرف برضه كنتوا بتجيبوا إيه ولمين؟ تصور يا مستر صلاح، ميس جميلة بتخلي العيال تسيب المنهج اللي الوزارة عاملاه وتخليهم يعملوا بحث عنه في المكتبة. تخيل، يعني هي بتقعد كده في الحصة تحكي حواديت، والعيال هي اللي بتحضر الدرس في المكتبة. انت متأكدة يا ميس عدلات من الكلام ده؟ متأكدة جدا، ده الأولاد هم اللي قالوا لي، حتى اسألهم. الكلام ده لو حصل انا مش ممكن هسكت عليه ابدا. هتعمل ايه بقى؟ هترفدها ولا هتحولها للتحقيق؟ لا طبعا، انا هديها مكافأة وجايزة المدرسة المثالية كمان، لانها بتعلم الاولاد ازاي يبحثوا عن المعلومة ويجيبوها من مصادر تانية غير المنهج المقرر عليهم. ده كده كتير جدا جدا. ميس عدلات، وقتك انتهى. لو سمحتي عايز اقول فزورة الحلقة. ممكن؟ بس ممكن نعرف برضو رأي الأستاذ عبد الغني وكيل الوزارة في الموضوع ده؟ أرجوك يا ميس عدلات، أنا ما بتهددش، وإن كنت حضرتك بتتحامي في وكيل الوزارة قريبك، أنا كمان عندي اللي أكبر منه. اتفضلي اطلعي بره.
حاضر. معلش يا أولاد، ميس عدلات خرجتنا عن شعوري، بس مش مهم. المهم عندي انتم ومستقبلكم. يلا بينا نقول فزورة الحلقة، والسؤال هو: كم سنة تقريبا استمر الاحتلال العثماني لمصر؟ والسؤال مرة تانية: ما هي مدة الاحتلال العثماني لمصر؟ وطبعا عارفين هتبعتوا الإجابة ازاي. وكل سنة وانتم طيبين. يلا بينا نلعب وندور في الحواديت جوا سطور، فوازير شريهان وفطوطة، ونيلي كانت بهجة وسرور. جدو صلاح مع ليلي يحكي حكايات فيها سحر وضحكي، مرة مدرسة ومرة كوكب، دايما الحدوتة فيها مذهب. هنرجع للزمن الجميل، حكايات مليانة تفاصيل، ده الخير دايما يكسب ويبان، وكل شر لآخر زمان. ميس جميل